اختتمت مساء أمس منافسات الدور التمهيدي لمونديال مدن العالم للشطرنج المقامة في صالة أستاذ خليفة بن زايد بمدينة العين. البطولة التي تعد الأولى من نوعها في العالم ستشهد مواجهات قوية في الأدوار النهائية. العين منظم الحدث ودع البطولة بعد خسارته من دكا البنغلاديشي ولوندلينك السويدي ولندن البريطاني، ليتحول اللعب في بطولة العين الكلاسيكية المقامة على هامش بطولة مدن العالم. التعادل الوحيد للعين في المنافسة تحقق على يد لاعبنا الأستاذ الدولي عبد الله حسن، الذي تعادل مع الأستاذ الدولي الكبير الإنجليزي ديفيد هاول. منتخب الامارات اصبح لديه حل وحيد فقط، وهو ان يجتاز المنتخب الانجليزي. طبعا منتخب الامارات يمثل مدينه العين، ومنتخب انجلترا يمثل مدينه لندن. فان شاء الله نحن نتمنى ان يتوفق اللاعبين ويفوزون، وهذا يعني ان شاء الله مش غريب على لاعبينا، هم على قد المسؤوليه، وان شاء الله نتمنىهم يحققون ما نصبوا اليه. بطوله مستوى قوي مشارك فيها 24 دوله من أقوى دول العالم، أوائل القارات. الحقيقة تنظيم رائع جدا، والبطولة المنافسات فيها قوية. وطبعا كون البطولة على كأس الشيخ زايد طبعا ده ادى زخم وقبال أكبر على البطولة، والناس كانت حريصة أنها تشارك. احنا المنتخب المصري تحديدا كنا حريصين نشارك في البطولة.